من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري نرى تواجد كبير للحشود تعبيراً عن محبة وإخلاص ووفاء هؤلاء الناس للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله سعده الحريري. ننتقل في هذا التقرير للاستماع إلى كلمة الناس في هذا اليوم. الله بيقول: من قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطانا. سلطان الشيخ سعد الله عطيه، لأنه نهج اعتدال، نهج علم، نهج تسامح، نهج عيش مشترك. نحن تربينا هيك وبندل هيك، وبنقول له للشيخ سعد نحن معك وعلى العهد باقي. كرمال الشيخ سعد يضل عنا هون بلبنان، ما بدنا اياه يفل، لانه بحوزتنا بقى دمار، لا كهرباء لا مي لا معيشه. مات زوزي، مات ابني، ما قدرت حكمته. ان شاء الله يكون مثل بيي، وان شاء الله يرجع ونحن ناطرينه. نقول له للرئيس سعد الحريري رجع، اشتقنا لك، ولا أبلغ من الكلام شيء سوى هذه الجماهير. خلينا اياه، وبدنا يضل عندنا هون بلبنان، ما بقى يروح لبرا، لانه زراع خربت لبنان، بس يكون هو هون تعمر لبنان. ليك العالم كيف حبت بعضها وكيف اجت كلها عطا ولا هم. وما حدا بيحل محل رفيق الا ابنه الزعيم دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري، واللي اثبت للعالم اجمع انه هو زعيم وطني. هو ترك فراغ كبير، والفراغ ما حدا قدر من بعده يعبيه. نحن بلد الوفي للشهيد رفيق الحريري، للشيخ سعد الحريري، وفعلا الرئيس سعد الحريري هو الرجل المناسب بالمكان المناسب. سعد الحريري بالقلب، والحمد لله رب العالمين فضل كتير كبير انه اكد للبنانيين انه هو معنا وباقي معنا، وهو زعيم الطائفه السنيه، وهذا دليل، اكبر دليل على صعيد لبنان. والله يطولنا بعمره ويرحم دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بي الكل. وجه له رسالة: البلد محتاج لك، وبتمنى ترجع على البلاد، لأنه البلد بلاك ما بتمشي. الرئيس سعد الحريري إن شاء الله كملين نحن المسيرة معه، وعرفناه أكثر وأكثر لما غاب هدول السنتين. كرمال عيون الشيخ سعد جاي لهون، نحن بنفديه بدمنا للشيخ سعد. بدي اقول له الله يطول بعمره، بنحب يرجع على لبنان، ولبنان بلا منه شيء. ذكرى كل انسان موجود هون فينا، لانه كل انسان اليوم جاي لحتى يعبر عن مدى الفراغ قبل كل شيء، انه عن استشهاد الشهيد رفيق الحريري، وعن مدى الفراغ الكبير اللي تركه الشيخ سعد الحريري فينا وبقلوبنا، بقلب كل شخص لبناني. بتمنى من سعد الحريري بيرجع، لأنه هو أملنا، ونحن مع سعد الحريري لو شو ما كان.